مثلا هنخلع ريشه زي كده اهي، وهنوريكم برضو ايه سايب واحنا بنسيبينه عادي. طيب بص اهو، ده الجريد. هيبتدي الحمام بقى ايه، الريش ده هيبتدي يعمل كده كده كده. بصوا كده كده لحد ما يبقى جريد كده، ريش متكسر كده. دي اراده، طول ما الريش طالع كده يبقى انت كده عالجتها. يعني ده فرد حمام احنا اخرنا موضوع التفضير بتاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغوايه. احلى مسا عليكم يا رجاله، جمعه مباركه عليكم كده ان شاء الله. طيب طالع اقول لكم كده موضوع مهم، بما ان احنا دلوقتي في شهر 7 وده موسم القلش. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على تفضير الحمام وقتل الحشرات اللي هو الفاش والامل والسوس وكل الكلام دوت، والقراده اللي بتخلي فرد الحمام ريشه يقع او تحس كده ان هو ايه. يعني لازم تفرق بين القراده وبين القلش. تعالى مثلا كده نشوف القراده. انا برضو بحب يعني ايه اخلي الناس اللي بتتابعني تبقى معاه خطوه بخطوه. بصوا كده يا رجاله، دي بصوا طالما الريش مكسر دي قراده. طول ما الريش متكسر كده دي قراده. طول ما الريش طالع كده يبقى انت كده عالجتها. يعني ده فرد حمام احنا اخرنا موضوع التفضير بتاعه او الموضوع ان احنا واحنا بنحميه. فطبعا القراده دخلته. لو انت ما شفتش الفيديو خش شوفه عشان الفيديو ده هينفعك. خش شوف الفيديو عشان الفيديو ده هينفعك. تمام. طيب دلوقتي احنا دخلنا في مرحله القلش. يعني ايه قلش؟ عشان برضو الناس اللي مش فاهمه نفهم الناس واحده واحده. القلش ده يا صاحبي فرد الحمام عامه من يوم ما ربنا بيخلقه من وهو زغلول بتبص تلاقيه حاجه اسمها فك ريشه، وبيبتدي يعد بقى من التسعه. يعد من التسع ريشات، وبعد التسع ريشات يعني كده يا اسطى ركز معايا. هتعد من اول دي كده، دي الصمه. عد تسعه، دي 1 2 3 4 5 6 7، وادي التامنه طالعه، وادي التاسعه. اللي بعد ده كله دي اسمها نواعم. دي النواعم بتاعت فرد الحمام. فهو فرد الحمام بيبتدي دلوقتي يرمي الريش زي ده كده، رمى التاسعه ورمى التامنه اهو كده. ما بقولش عليه سبعه، انا ما بقولش عليه سبعه، لا هو فاضل له 7 ريشات ويقفل صمايمه. يعني ايه؟ يعني يطلع ريش جديد. الريش بصوا تحس كده ان هو بقى مهلوك داخل على ان هو يبقى مبري اهو. تحس ان الريش اتحروق من الشمس. بتبتدي الريشه اللي تطلع جديده زي كده. بصوا يا جدعان دي ريشه لسه طالعه جديده. بص تبقى شكلها نضيف. وبعد كده بتبتدي ان انت تشمسه، وبعد كده بتبتدي ان انت ترمي بقى وتظبط نفسك. بص اهو، انا مثلا هنخلع ريشه زي كده اهي، وهنوريكم برضو ايه سايب واحنا بنسيبينه عادي. طيب بص اهو، ده الجريد. هيبتدي الحمام بقى ايه، الريش ده هيبتدي يعمل كده كده كده. بصوا كده كده لحد ما يبقى جريد كده اهو. ده لما فرد حمام مثلا يبقى الريش كده في كتفه جريد كده هيطير ازاي؟ ما تجيش بقى انت تقوم مشغل دماغك وتقوم عامل ايه؟ تقوم جاي تقول لي ايه؟ طيب يا عم محمد انا دلوقتي فرد الحمام وليكن زي مثلا كده، تيجي تقول لي طب هم ال8 ريشات دول؟ ما هو ما انا جاي شديت له من هنا وشديت له من هنا. دي اسمها تعديل ريش. يعني ايه تعديل ريش؟ يعني بتمسك الريش اللي المفروض يترمي مثلا كل 20 يوم ريشه، لا بتقوم شده كله مره واحده. طب ده ليه فايده؟ ليه فايده؟ هو ليه فايده بس مش فايده. بمعنى ايه؟ ان انت حمامك هيستف ريش بسرعه، هيبقى ريشه جديد، هيطير بسرعه. طب لما يطير بسرعه هيقع بسرعه ليه؟ لان احنا كده كده في الحر. احنا كده كده في الحر.
الحر ما بيخليش فرد الحمام عنده جهد يطير، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيجدد لفرد الحمام طبيعي، مديله الدوره بتاعته، الدوره اللي هي الريش، بيرمي كل 20 يوم ريشه. على ما يخلص قلش بيبتدي يخش علينا الشتاء، يعني على ما فرد الحمام بيستف ريشه بيخش علينا الشتاء. طب هل نسل الحمام او تعديل ريش الحمام ده بيبقى ليه اضرار؟ ليه اضرار. الريش هيطلع ناقص كالسيوم، الريش هيطلع ملفوف، الريش هيطلع عاجز، الريش هيطلع ضعيف، الجهد بتاع فرد الحمام ذات نفسه هيقل، كتف قوة فرد الحمام بتقل، ممكن وانت بتشد الريش تبوظ له جناحه، في مليون نصيبة ونصيبة ملهاش أي فايدة خالص. طب أنت دلوقتي راجل عايز تشغل دماغك، عايز تنجز المصلحة، عايز تحضر الموسم من أوله. ده أنا يا عم محمد بقفل على الحمام، الناس بتبقى طايرة وبترمي وتماسي وكل حاجة، وأنا حمامي لسه اللي عليه واحدة، مش عليه واحده ان هو شاب، يعني لسه فاضل له ريشه، واللي لسه فاضل له ريشتين، واللي لسه الصمه بتاعته ما طلعتش. وعلى ما حمامي بيخلص، وعلى حمامي ما بيخلص بيكون الموسم التماسي خلص او الفته خلصت. ده بالنسبه للناس اللي بتحب الفته، اللي هي ان طبعا في اول الجرد والنش بتبقى الحمامه لسه مش قويه، وفي ناس بتبقى زقه حمام فبيبتدي ان هم يمسكوا من بعض. غير لما انت حمامك بيستف، على ما بيستف ريشه بتكون المعجنه خلصت والفته خلصت واللحمه اتاكلت، وتبتدي ان انت، انا بالنسبه لي دي بتبقى حاجه حلوه ان انت لما بتيجي تمسك فرد حمام عاصي، فرد حمام جامد، ما بتمسكش حمام، ما بتخبطش مع واحد جنبك لسه يا دوبك بيهوى حمامه وتحطط له بالخمسه وبالسته، ما بتمسكش حمامه لسه ما اتجردتش. لا، انت المفروض تساعد الناس ان الحمامه تتجرد وان الحمامه تمشي وان الحمامه تروح وتيجي، ما تقعدش بقى للسقطه وللقطه، اللي هو يعني ايه، تفضل مثلا ايه للسقطه واللقطه، كل لما ده مثلا عايز يجري حمامتين الصبح تقوم انت طالع معطله، فاهمني؟ ده بالنسبه للقلش. طب بالنسبه اللي انت بقى عايز تسرع الموضوع، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، صلي على النبي في الكومنتات كده وادينا اللايك الجميل، وقول لنا انت منين عشان نقول اسمك واسم منطقتك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والناس تدعمنا كده يا جدعان وتفعل الجرس عشان نعمل فيديوهات الايام اللي جايه كلها خير باذن الله. هنيجي احنا النهارده كده في شهر 7، معاك 5 شهور لحد شهر 12، هتحط كل ذكر في باب، كل ذكر في باب زي مثلا كده. بص هو طلع طار، مش مهم يعني، هو حمامنا كده بس هو عشان حمام يا جدعان ما بيتمسكش، مقفول عليه اهو. بصوا كده، بص ده عليه كام، يعني هيرمي كام؟ بص ادي 2 4 6 8، هو لسه مفكك في ال9 اهي اهو. هتلاقي نفس الكتف نفس الكلام اهو، الريشه اهي اللي هي ورا السودة اهي قصيره دي اهي، وادي 2 4 6 8، يعني ال8 هنا و8 هنا، لو حسبتهم كده لو هو يرمي كل بص بقى يا جدعان، حلاوه فرد الحمام ان هو متبدر. فرد الحمام بص تمسكه كده، يعني انا لو لابس حاجه سودة كنت عملتها لك كده، كنت بصيت لقيته ايه، فرد الحمام متبدر، فرد الحمام كويس وابن السنه كل حاجه. حط له مسقته وحط له مكلفه وقلب له طاجن او نص قالب طوب، صور كده الباب اهو نفس كده الكلام، وسيب فرد الحمام اهو هات فرد الحمام واقف في بابه كده اهو. ولما اجي اكلفه بقى، اكلفه كلفه خشنه. يعني ايه بقى كلفه خشنه؟ يعني اديله فول، اديله قرطه، اديله بسله، اديله، فاهمني؟ علشان خاطر هو مقفول عليه، فهو بالتالي مترجم هو ده عشان شاب صغير. الدكوره الكبيره هتلاقيها مترجمه ان انت خلاص هتعمل ايه يا وحش. هتبص تلاقيه بقى بيرمي بالريشتين وبيرمي بالثلاث ريشات، يرمي بالريشتين وبيرمي بالثلاث ريشات مره واحده. ليه؟ هو واقف عارف ان انت مش هتفتح له. لكن انت لو جيت بقى كل اسبوع
رحت فاتح له، كل 10 ايام رحت فاتح له، هتلاقيه بيأخر الرمي، فتأخير الرمي بيبقى عيب غاوي. انما هو لو فرد الحمام مقفول عليه بيتكلف كلفه كويسه، كلفه خشنه مش كلفه ناعمه، وفرد الحمام مقفول عليه ال5 شهور 5 شهور، اقسم بالله انت هتفتح له هتلاقيه خارب الدنيا وهيظبط معاك وهيديك جهد. سرقت الريش وعدلت عشان تنتش وتعمل، مش هتكمل تماس، هتلاقي الناس كلها طايره وراكبه العالي وانت حمامك سايح على البيوت ومش قادر يطير. وفي حمام بعد ما بيتنسل وبيتعدل له الريش بيرجع يرمي من تاني، بيرجع يرمي ريش من تاني، فانت بتخسر فرد الحمام بتاعك. هتبيعه من سن صغير هتقل جهده، لو فرد الحمام هيديك 7 8 سنين انت مش هتخليه يديك موسمين 3 بموضوع التنسيل ده. فاظن انا يا رجاله وصلت لك المعلومه. فرد الحمام اللي بيتفتح له. طيب لو جينا نتكلم على الفرخ في الصيف او في القلش يا جدعان ما بينفعش. انا نقف لك كده شويه. الفرخ يا جدعان في الصيف ما بينفعش. انت راجل بتعرف بتفرخ في الصيف الله يسهل لك، انما انا بتكلم عامه ان فرخ الصيف ما بينفعش، لان الجو حر ومرض الكنكر ومرض الجدري ومرض دمعه العين والكلام ده. انما هتيجي تقول لي طب ما انا بنزل السوق وبلاقي واحد منزل سلاكه قد كده وفص غليل قد كده، ده الله اعلم بيه. ده راجل ممكن يكون عنده سلاكه محترمه مركب فيها مروحتين مطر الدنيا. انا اعرف ناس اقسم بالله عندها عامله زي نظام ممر، يعني زي دكانه كده او اوضه ومركبه فيها تكييف للحمام عشان ما يحسش بالحر. بس برضو انت بتروح تشتري طريحه الزغالين من الناس دي بتلاقي مناخ غير المناخ ده. حمام كان متربي في اوضه او في تكييف او في مروحه، خدته طلعته غيه او سبته على سطح هيموت منك. في ناس اصلا هي شغلتها الفرخ، انما احنا بنتكلم على العموم. الفرخ في الصيف ما بينفعش كده كده اصلا. فرد الحمام الايام اللي جايه دي جهده كله هيبقى للريش، لان هو ذكر نتايه هيرمي ريشه، فانت ما تهلكوش في الزق، ما تهلكوش في الزق. خدت منه زغلول بقى الايام اللي فاتت دي خلاص حلوه قوي في موسم الشخوره. بتعرف تغرف في الصيف ده حاجه بتاعتك، انما انا بتكلم عامه. بالنسبه بقى للحمام الدشار، انا احسن وقت بحب ادشر فيه الايام دي. بقى عندي كام نتايه وانا ما بتكسفش، بقول لك انا عندي نتي في الغيه بس الدكوره بتاعتي متقفل عليها، بنش وبجدد دم وباجي خلاص. انا دلوقتي داخل الحمام بتاعي قرب يصم، اشيل النتش بشيل القصوص انضف غيتي، اسيب الدكوره تتهوى تحت الشبكه، وكل ده الناس اللي متابعاني عارفاه. وببتدي ازق الدكوره اللي انا نشيتها الجديده، الدكوره الجديده احطها في الجرد، احط وازق 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 عشان على نص الموسم لو جيت ابيع الاوله القديمه يبقى في اوله جديده، ودخلت ده في ده وتجديد دم وشبابات وشغلانه كده نتكلم عليها في ايام تانيه. يا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومه. ما تعدلش ريش الحمام، ما تنسلش ريش الحمام. حاجه تانيه، لو فرد الحمام بيرمي ريش وفي ريشه قدام لسه هتترمي مخروطه، اقصها ما شدهاش، اقصها ما شدهاش. يعني ايه اقصها ما شدهاش؟ ثواني قبل ما نقفل الفيديو. اهو وليكن يا جدعان فرد الحمام ده برضو اهو بيرمي اهو، ادي الريشه اهي اللي هتطلع اهي. بصوا هنا كده في ريشه مخروطه اهي مقصوصه اهي، شايفينها جايه في الكاميرا اهي. انا ما ينفعش اشدها، انا اسيبها مقصوصه، لان هو هيرمي دي وبعدين يرمي دي، هيرمي دي وبعد كده يرمي دي ويخش يكمل على دول، خش يكمل على الباقيين دول. بصوا هو بقى بيرمي بفرد الحمام ده كبير، بيرمي بالكبش زي ما انتم شايفين اهو. ده برضه فرد حمام من بتوع الاوله بتوعنا. برضه دي معلومه ليه؟ عشان ما تنسلش الحمام، سيبه براحته هيديك احلى شغل وهيديك احلى كلام. احلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.